السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في بودكاست العريفة. ومن هذا المنبر أشكر كل جمهور منصة علاش ومحبيه ومتتبعيه العريفة. والعريفة راهو كل غايتها هي أنها تنصحكم وتحاول تطرح معاكم المواضيع الاجتماعية اللي بعض منها أحيانا يكون ملف حساس وشائك، وبعضها الآخر محتاجين نطرحوه ونحللوا أفكاره، يعني من مرجعيتنا اللي هي الأمثال الشعبية والقصص الواقعية اللي نسمعه ونشوفه فيها كل يوم. وحلقتنا لليوم بعنوان ما كدبش اللي قال دمك سمك يزيدك على شقاك وهمك. في البداية نبو ننوه على نقطة مهمة، وهي أن الدنيا فيها الباهي وفيها الشين، وفيها الشخص اللي يخاف الله ويتقيه، وفيها الشخص اللي لا يخاف لا من ربي ولا من عبده. الغريب أن مرات الشخص هذا يكون أخ أو أخت أو ابن عم أو ابن خال أو حتى ابنك أو بنتك، ربيته وكبرته وعلمته وقفت معاه وتعبت عليه، وفي الأخير بكل يكبر ويقعد يلاطي فيك زي الحنش. قلت الناس لولا ما يشمت فيك عداك إلا راجلك والله ضناك. وفي الوقت اللي مفروض يكون فيه الأخ أو الأخت أو الابن هذا معاك وجنبك، يكون هو عدوك ويشمت فيك العدوان، لأن تقول بينك وبين نفسك الدنيا هذه كيف ماشية. بالعكس يا سبحان الله، الواحد شاد الحيط ويقول يا رب استرنا، يجيه الظلم من أقرب الناس ليه وهو مش متوقعه. وفرصة توا في الشهر الفضيل هذا نتكلموا عليه الموضوع هذا، ولأنه مهم. فتلقى شخص يصيم رمضان ما شاء الله ويقيم في الليل والتهجد وقراءة القرآن الكريم، وما فيش حد يسبق على الجامع، وتلقاه هو أول واحد وخاتم القرآن، ولما تجي تقعمز مع أخواته يقولوا لك حسبي الله ونعم الوكيل فيه، واكل حقوقنا وما يبيش يعطينا من ميراثنا. ولو الأم حية تلقاها مسكينة تقول لك هذا مش ولدي اللي عقبته من بطني، اللي تعبت فيه وكبرت وربيته، في الأخير يجي يعني ياكل حق أخواته ويلهفى منهم وما يبيش يعطيهم حصتهم من رزقهم. قالت الناس لولا حشاكم داير الكلب ما كاره مولاه. الله غالب، الأم مسكينة تلقاها ما عندها ما بتدير، ساكتة وخلاص. الله غالب، تحاول تنهى، تحاول تتكلم، تحاول كذا، لكن هو شيء يبدأ مسكر راسه، بينما هو تلقاه البرة مع الناس البرانية ما يضبحوا عليه غير يا شيخ وغير يا حاج، وهو هذاك الإزار وهذيك اللحية وهذيك الصلاة في الجامع، تقول هذا لو رأى لدونا. وللأسف تلقاه في حوشة ومع عائلته واكل حقوق أخواته وما يبيش يعطيهم ميراثهم. وهذا راهو نشوفوا فيه هلبة احنا، خاصة يعني احنا تو في مجتمعنا الليبي نشوفوا في الموضوع هذا هلبة، كأنه تلقى التظاهر بالدين يعني نوع من الرياء، يظهر عكس ما يضمر. السؤال اللي يطرح نفسه في المسائل هدية، بهي انت تو تصلي وتصيم وتلقاه راهو لازم كل رمضان يمشي للعمرة هو وزوجته وأبنائه، ويجي الموضوع في الرزق وفي الفلوس ما يبيش يعطي حق غيره. باهي الصلاة هادي وقيام الليل والعمرة وغير يقولوا لك يا حاج، هذه شين ماله؟ باهي اللي تصلي له وتعبت فيه مش عارف إنه محرم عليك أكل الحرام، مش عارف إن هذا زقوم، مش عارف إن هذه ماكلة حرام توكل فيها لك أنت ولمرتك ولصغارك. مش عيب عليك اللي تدير فيه؟ مش فيه آخرة بعدين وبتتحاسب؟ وراه حساب الدنيا اللي قبلها، راه حتى هو وين بتهرب منه؟ راهو مهما طغيت راهو صلاتك وصيامك مش صك غفران ليك، راه في ماكلة رزق اخواتك وماكلة رزق الحرام، مخليهم هم في الشر والقحط وانت واكل رزقهم ما تبيش تعطيه لهم. والعيب راهو مش بس فيه هو، راه نقولكم راه العيب حتى في زوجته، لو هو متزوج وعنده مرأة وفاتح حوش وعنده صغيرة، العيب حتى في زوجته كيف هي ترضى عليها نفسها تقعد مع راجل وكالة حقوق ومعناه مولي على اخواته، حيولي عليها حتى هي راه هذا بعدين. وفي اللي ما شاء الله بالعكس تلقى زوجاتهم يزيدوا ينكروا فيهم على اخواتهم
باش يقطعوهم من أخواتهم به ويقطعوا صلة الرحم مرة واحدة، وتقعد هي دابة وما هي عاد لاقي حنا المدينة خاربة تدم فيها زي ما تبي. قالت الناس لولا ما من حوش شايخ فيه قعود، وما من تلب ساقيات الصبايا. الرجل الحقيقي واللي يخاف من ربي ويتقي الله فعلا ويصيم ويصلي، مش رياء على خاطر الناس يا راني راهوني نصلي ونصيم. الرجل الحقيقي واللي نيته نظيفة ينحي من جلده ويعطي لعيلته ويوقف معاهم وما يخليهمش. ياما منهم تلقاه والله مسكين ما عنده حتى قرش، معناه دوبك بمعنى مرتب وخلاص عايش بيه هو وصغاره، يدوب يوكل صويرته ويصرف على حوشه، لكن وين يمشي لأمه وأخواته ويمشي لحوش العيلة والله ما يخشوا إيده فاضية. تلقاه فرحان باللمة واللي في إيده مش ليه من كتر محبته لأخواته وبره لوالديه. قبل كل شيء هو يبر لوالديه لأمه ولأبوه، ويحب أخواته لأنه يبي يبر أمه وأبوه، ما يبيش معناها ينغصهم في عيشتهم ويخلي أمه متكدرة ولو هي حية. وفي اللي عاد ربي يهديه ويصلح حاله داب حوشة وما يبي لا يواصل أخواته ولا يشوفهم، خاصة بعد وفاة الأم يزيد القطع أكتر وأكتر. تلقاه يستخسر في أخواته حتى يعبي كرت 5 باش يعيد عليهم في العيد، مش غير يمشي لهم وينشد عليهم. يبال عاد كان في رزق هذاك وين بتختم ويتقاطع معاهم على خاطر رزق الدنيا. فالشاهد في الكلام إن مرات الدم هذا تلقى فيه الحن والرحمة والمودة والسند والظهر والعزوة، ومرات للأسف تلقى فيه السم والكفر والحسد والضغينة، كأن هادم ما همش أخواته ولا مجيوبين من بطن واحدة. وحتى وقت تنهاه وتقول له عيب عليك راهو واكل رزق أخواتك، راهو هذا رزق حرام اللي تاكل فيه، ليه عليك تتشوشط معناه تشوشط في روحك في الدنيا وفي الآخرة. يقول لك هي امرأة ما عندها ما بتدير بيه الرزق، أهو قاعد عندي فلوسها قاعدات عندي نخدم لها فيهم، وين تستحق معنا في مرض ولا في موت لا قدر الله نعطيها. أنا ما شادهم عليها الفلوس، لكن هي شن بتدير بيهم الفلوس؟ ما عندها ما بتدير بيهم، ما عندها ما تبي تصرف، كان ما جهاش النصيب. أهو قاعدة يا حنا تاكل وتشرب في حوش بوها اللي هو حوش العيلة، وكان يا حنا جاه النصيب هوينا رجلها يصرف عليها. احنا ما نعطوش فلوسنا لراجل براني يتمتع برزق بوي، وين تستحق نوقفوا معاها. كان هذا مش لازمها تاكل وتشرب وتلبس في حوش رجلها وهو ملزوم بها. راهو انتوا اللي قاعدين تسمعوا فيا مستغربين من الكلام، راهو صاير الكلام هذا حقاني راه، وشفته بعيني مع ناس خوهم وقفلهم في ميراتهم وما باش يقسم عليهم، وقال لهم أهو أنتوا عندكم أحياشكم حتى حوش العيلة ما عادش تجوه، اللي عندها راجلها وين يصرف عليها. وفي لحظة ما لما سمعت الكلام هذا جتني الصدمة زيكم تو لما أنتوا قاعدين تسمعوا فيه، من كمية الجشع والدناءة اللي عند بعض البشر، والله شيء مؤسف الحقيقة. المشكلة أن تلقاه في الشارع يضبحوا عليه يا شيخ، هي هذه أخلاق مشايخنا، هي هذه أخلاق ديننا، هي هذه عاداتنا وتقاليدنا. والله الدين والعرف والعادات والتقاليد بريئين من سلوكياتها هي ولا ليهم بها علاقة، لكن هي هذه النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء والنفس الضعيفة أمام رغبات وشهوات الحياة الدنيا. والصلاة الحقيقية اللي الإنسان فيها لما يصلي هو خاشع واقف بين يدي الله، يستغفر في ربه على كل كلمة أو فكرة أو تصرف داره غلط، مش رياء أو مجرد عادة. الصلاة بالنسبة ليه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وللأسف تلقاهم يديروا فيما أنكر الله وعباده ودايرين الفرض وناقبين الأرض. قالت الناس لولا، وياما منهم للأسف. نبي نقول لكم إن الشهر الفضيل هذا فرصة لينا كلنا إن نراجعوا حساباتنا، وقبل ما نحجزوا تذكرة ونمشوا للعمرة أواخر شهر رمضان نفكروا كويس في تعاملاتنا مع خلق الله، ومش أي خلق،
أختك اللي من لحمك ودمك. فكر فيها زي ما تفكر في نفسك، واتق الله في نفسك قبل كل شيء، واتق الله في أخواتك. ما تخليش موضوع زي هذا يجيب لك مصيبة تقعد واحل فيها طول عمرك، ولا تعقب ضنوة وقت تطيح يلوحوك في دار العجزة والمسنين، والله ما هم سائلين عليك ولا مدورينك، ومعناها توصل معناها لمرحلة جدا مؤسفة. أرجوك ما توصلش للمرحلة هذه، لأنها والله أسوأ مرحلة تمر على الإنسان، ورب إن شاء الله ما يكتبها على مؤمن، ورب يسامحنا على كل خطأ ارتكبناه بعلم أو بجهالة منا. رب اغفر لنا وارحمنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نختتم معكم بالدعوات هذه، ونتلاقوا في حلقة جديدة وموضوع جديد من بودكاست العريفة في رعاية الله وحفظه.